بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذه مقامات بديع الزمان الهمذاني، وهو أبو الفضل أحمد بن الحسين بديع الزمان الهمذاني. المقامة القريضية. حدثنا عيسى بن هشام قال: طرحتني النوى مطارحها حتى إذا وطئت جرجان الأقصى فاستظهرت على الأيام بضياع أجلت فيها يد العمارة، وأموال وقفتها على التجارة، وحانوت جعلته مثابة، ورفقة اتخذتها صحابة، وجعلت للدار حاشيتي النهار وللحانوت بينهما. فجلسنا يوما نتذاكر القريض وأهله، وتلقاءنا شاب قد جلس غير بعيد ينصت وكأنه يفهم، ويسكت وكأنه لا يعلم، حتى إذا مال الكلام بنا ميله وجر الجدال فينا ذيله قال: قد أصبتم عذيقة ووافيتم جذيلة، ولو شئت للفظت وأفضت، ولو قلت لأصدرت وأوردت، ولجلوت الحق في معرض بيان يسمع الصم وينزل العصم. فقلت: يا فاضل ادن فقد منيت، وهات فقد أثنيت. فدنا وقال: سلوني أجبكم، واسمعوا أعجبكم. فقلنا: ما تقول في امرئ القيس؟ قال: هو أول من وقف بالديار وعرصاتها واغتدى والطير في وكناتها، ووصف الخيل بصفاتها، ولم يقل الشعر كاسيا، ولم يجد القول راغبا، ففضل من تفتق للحيلة لسانه، وانتجع للرغبة بنانه. فقلنا: فما تقول في النابغة؟ قال: يثلب إذا حنق، ويمدح إذا رغب، ويعتذر إذا رهب، فلا يرمي إلا صائبا. قلنا: فما تقول في زهير؟ قال: يذيب الشعر والشعر يذيبه، ويدعو القول والسحر يجيبه. قلنا: فما تقول في طرفه؟ قال: هو ماء الأسعار وطينتها، وكنز القوافي ومدينتها، مات ولم تظهر أسرار دفائنه، ولم تفتح أغلاق خزائنه. قلنا: فما تقول في جرير والفرزدق؟ أيهما أسبق؟ فقال: جرير أرق شعرا وأغزر غزرا، والفرزدق أمتن صخرا وأكثر فخرا، وجرير أوجع هجوا وأشرف يوما، والفرزدق أكثر روما وأكرم قوما، وجرير إذا نسب أشجى، وإذا ثلب أردى، وإذا مدح أسنى، والفرزدق إذا افتخر أجزى، وإذا احتقر أزرى، وإذا وصف أوفى. قلنا: فما تقول في المحدثين من الشعراء والمتقدمين منهم؟ قال: المتقدمون أشرف لفظا، وأكثر من المعاني حظا، والمتأخرون ألطف صنعا، وأرق نسجا. قلنا: فلو أريت من أشعارك ورويت لنا من أخبارك؟ قال: خذهما في معرض واحد. وقال: أما تروني أتغشى طمرا، ممتطيا في الضر أمرا مرا، مضطبنا على الليالي غمرا، ملاقيا منها